Hello guys. انتوا عارفين كويس ان I love Egypt so فشخ. بس كتير ناس بتسأل انت ليه بتحب Egypt اكتر من انجلاند اللي هي my own country. انا النهارده اقول لكم على حاجه بسيطه قوي. يعني مثلا الامثال الشعبيه في Egypt is completely different from England. يعني مثلا تلاقي في انجلاند نقول the sky is raining cats and dogs، يعني السما بتمطر كلاب وقطط، يعني عاوز يقول ان دي مطره جامده. يعني في ايجيبت نقول يا مطره روحي روحي على قرايب بنت اختي. ايه ده؟ ايه الابكاريه دي؟ روحي روحي، ايه روحي دي اصلا؟ وبعدين تشوف الجمال يعيشنا كده في حاله مع حياته. يعني عرفنا ان اللي بيقول دوت شاب عنده 20 سنه اخته لسه متجوزه عندها بيبي قرعه. وش معنى قرعة بنت اخته؟ يعني في كرياتيفيتي في المثل كده. يعني مثلا في انجلند نقول whoever denies your favor will not be your friend. يعني الشخص اللي هينكر حاجة حلوة انت عملتها معاه مش هيبقى صاحبك. في مصر نقول اديك تقول ما حدش. سهلة وبسيطة ووضحت الموضوع. اديك تقول ما حدش خلصانة، انت هتنكر اللي انا عمل. فتحس الموضوع قريب من القلب كده. لكن هو ايفر ومش ليه؟ ما هي اديك تقول ما حدش. الموضوع تحفة. وتلاقي مثلا في انجلاند نقول ايه when in Rome do as the Romans do. يعني لما تبقى في روما اعمل زي ما الرومان بيعملوا بالظبط. يعني كل حته بتروحها اعمل زي شعبها. في ايجيبت نقول البلد اللي محدش يعرفك فيها شلح واجري فيها. شلح. انا هكتب كتير قوي عشان اعرف يعني ايه شلح. الذي بتحط طرف الجلابيه في بوك وتجري تشلح، يعني مش فارق معاك حاجه. في مصر الامثال اكسبريسيف قوي. يعني في الانجليش نقول مثلا beggars can't be choosers، يعني الشحاتين ما ينفعش يختاروا. في ايجيبت نقول شحاتوا عايز فينو. شحاتوا عايز فينو. يعني شوف، هلت في الشحات وهلتنا في صاحب الفرنه وهلتنا في الناس اللي بتاكل ايش بلدي مش ايش في. يعني موضوع يعني ايه ده؟ ايه الجمال والحلاوه اللي في ايجيبت دي والله. بعد كده تلاقيه بيقول لك ايه لما طفل صغير ابني مثلا يحلى ضرس او يحلى سنه نقول له ايه بقى في ايجيبت؟ يا شمس يا شموسه هو دي سنه الجاموسه هاتي سنه القروسه. ده ديل بيحصل، ده ديل. يعني لو مضينا كونتراكت، لو مضينا عقد كده مع بعض هنقول ايه؟ يا شمس يا شموسه، يعني طرف اول شمس شموسه نمدح احنا طرف تاني الواد الصغير البند الاول هو دي سنه الجاموسه. الجاموسه ده ابني، الجاموسه ده الواد الصغير. وبعد كده يقول لك هاتي سنه القروسه، اصلا مش سنته، فالواد يطلع بياخد حاجات الناس. شوف الجمال في الامثله المصريه، حاجات كده اللي كان مألفها مصطبح بس بيفهم في الاصول والذوق والحاجات. برضه في الانجليش تلاقيهم بيقولوا Rome wasn't built in a day، يعني روما ما اتبنتش في يوم. عايز يقول لك اصبر يعني. في ايجيبت نقول اتقل الرز. مش هتكلم. اتقل الرز يعني عارف يعني مثل بيديك معنى وفي نفس الوقت بيديك معلومه انك لو شلت الرز هيعجن. اتقل الرز خلصت، مش محتاجين نتكلم كتير. ومن الامثله برضو المشهوره في انجلاند يقول لك ايه pretend to be weak and submissive until you get your chance. يعني حاول تبين ان انت ضعيف وكده لحد ما توصل للحاجه اللي تبقى. موضوع عندنا يتمسكن لما يتمكن. مش هنكتر ونقول بريتند ومش اتمسكن لما يتمكن. اهم حاجه عندنا الوزن والقافيه، يولع المعنى بس الوزن والقافيه مظبوط. يتمسكن قروسه وجاموسه وشموسه وابوطه. توفه، حاجات توفه. ففي حاله من السسبنس. انا انصح اي انجلش مان او اي انجلش وومن انه يجي يعيشوا في مصر، هيسمعوا اللي عمرهم ما سمعوه وهيشوفوا اللي عمرهم ما شافوه. يلا باي باي.